احنا رحنا قصدنا المشرعة وجينا المعارة، شفنا جثث مرضوب وتركنا حيارة، اوصالك المقطعة وتسطع انواره، يا مقطوع حتى خنصره من جف اليمين، بالشمس مرمي على الثرى عريان مسلوب، قلب العدو من شافته ينكسر ويذوب، مطعون بضلاعه وقلبه بسهم مصيوب، يما رضيعه ونظن هذه جثة حسين، ويما ولاية مثل البدور وجهه يتلالى، كثر الطعن والضرب ما غير جماله، ما تنحص جروحه مطروح بشماله، الله يساعدها الفقدة ذول الاثنين، شفنا شباب على الثرى جفوفه خضيبه، الرئيس جل وزفته الذبح جريبه، اي الله يعين فقدته وراحت غريبه، وما ظلتي بين العريس والذبح يوم بعد شنو قطع مراير جسايد يم الشريعة مذبوح، لكن ذبحته والله فجيع، حتى من الزلزال شف انا قطيعه، صاحب علي مجلة وكافل للنساوي، والشفلة جسد من كثر دوس الخيل متفرق ضلوعه، جسد والكبد مو وياه كبده بسهم منزوع، او على صدر الشريف لك تسمع يولا، او على صدر الشريف ثار رفس رجل مطبوع، عاد هنا يقال جاء بنو أسد ولا يعرفون كيف يدفنوا هذه الجثث لأنها كلها من غير رؤوس، وقفوا متحيرين، وإذا برجل يخرج عليهم من جهة الكوفة، قال لهم ماذا تصنعون هنا؟ خافوا حسبالهم من عيون عبيد الله بن زياد، قال له لجئنا نتفرج على هذه الجثث، قال ويحكم إني إمامكم زين العابدين، قالوا يا ابن رسول الله جئنا لندفن الجثث ولكن ما عرفنا هذه الجثث لأنها من غير رؤوس، اجى الامام الى جسد ابيه الحسين، الله يساعد زين العابدين، شاف جسد ابوه مطشار مكسر اضلاع الحسين، صاح يا بني اسد علي بحصين، ما تصنع به يا ابن رسول الله؟ قال حتى اجمع به اوصال ابي الحسين، لانه كلما حمل عضوا سقط العضو الاخر، حين ظهره يعلم والله اعلم بحاله، ابدال الجبل والتعب وتلفف يا وشوف، أنزله في قبره وإذا به يسمع الصوت من منحر أبي الحسين، بني علي والسد رضيع إلى جنبي، يقول يا علي حط على صدري وحط نحره يا ابويا فوق نحري، دفن أباه الحسين ثم اتجه إلى جثة شاب مقطع بالسيوف يربى، جلس عنده بنو أسد قال له يا ابن رسول الله لمن هذه الجثة؟ يا بني أسد حطوا لك ظهر يم
مسدر وجوه الحارب جلس عند أخي صاح وأخاه وعلي يقول لك يا علي يا خويا أثار الأخو عزوة وتجي ويا محلى الموت بحضن خي. دفن أخوه علي إلى جنب أبيه. بعدين الإمام وين اتجه إلى جهة العلقمي، أقبل على عمه، وصل إلى عمه صاح وعماه وعباس، وضع خده على منحر عمه يقول له يا عم اخلاف عينك يسرت أعداءك، هذا الواك ما تنهض تشيل الواياك. دفن عمه أبو الفاضل ثم رجع وجعل طريقه على قبر الحسين عليه السلام. جلس على قبره ووضع أنامله على القبر وكتب على قبر الحسين: هذا قبر الحسين بن علي المقتول عطشان غريب. شوف اخواني مع كلمة عطشان غريب أبو علي وحده. ثم صاح: أبا يا حسين، أما الدنيا بفقدك مظلمة، وأما الآخرة بنورك مشرقة، وأما حزني فسرمد، وأما حزني وأما ليلي فمسهد، حتى يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم. ورجع إلى زينب. لما وصل إلى الكوفة شافت زينب مغبار مترب كئيبا حزينا. قالت لبني أين كنت؟ قال: عم زينب عظم الله لك العيش، الآن فرغت من دفن أخيك الحسين. عاد قل زينب بالورد نشدك ما شربت يا دفايا، بخيت قبري لو دفن تحسين عطشايا، بالله يا دفايا الورد نشدك يكرد علي، عطشان خيل شراب قطرة مويه. زينب تسأل لكن عندها سؤال أخير للإمام زين العابدين. قالت له: وليد علي انت دفنت ابوك، لكن عادة الميز يوم اللي يدفنونه يحطون خد على التراب. تقول له: عمّا يا علي السجاد عندي وياك غنشده، عادة الميت يصير على الدرب خده، شلون دفنت اخوي حسين وهو راس